السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنصايبو كيكة ديال الليمون كتجي رائعة. نتمنى انكم تجربوها. اول حاجة غنقطعو الليمون على هذا الشكل هذا، مربع، دوائر عفوا، وغنديرو مقيلة تكون سخونة فيها الماء والسكر، بحال قلتي نص كاس ديال الماء وواحد 3 المعالق ديال السكر باش يتعسل فيهم هذاك الليمون. كيف ما كتلاحظوا كيبقى يطيب بحال ما هكا، وكنقلبوه للجهه الاخرى. حاولوا انكم تردوا مع البال باش ما يتحرقش حتى كيبان لكم داك الماء تعسل. المقادير ديال الكيك هما 2 بيضات، غندير غير مقادير ديال مول صغير وسنيده تقريبا 2 معالق ولا 3 المعالق على حسب كل واحد. انا ما كنبغيش الكيكه تجي بزاف حلوه، داكشي علاش كنقلل من السكر. و غنديروا شويه ديال، انا كندير ماء الزهر، الا عندكم ساشي ديال الفاني ديروه، المهم غير باش تحيدوا باش تنسموا تحيدوا الزفوريه ديال البيض. خلطوا المقادير ديالنا، خلطوا البيض، الا كان عندكم الطراب ديروه، خلطوا البيض مع السنيده هما الاولين حتى كيطربوا مزيان. عاد زيدوا ليهم نص كاس ديال الزيت اولا كاس مغامش ديال الزيت. من بعد كنزيدوا الدقيق على حسب الدقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش، كنبقى نزيدو شويه بشويه. زدت شويه ديال الكوك كيعطي مذاق رائع. الا كان متوفر، ما كانش متوفر راه ماشي مشكل. كنزيدو دقيق كنحركو مزيان، وعاد حتى كنشوفوا الكيك ديالنا يعني صافي وصلنا للحد ديال الدقيق اللي غنزيدو عاوتاني شويه ديال الدقيق باش نخلطوه على الخمار. من بعد كنخلطوا كلشي صافي، وكنجبدوا المول ديالنا كندهنوه بالزبده. دهنوه غير بالزبده بلا ما ديروا الدقيق، راه ما كيلصقش. من بعد غنشدو هذاك الليمون اللي قطعناه وغسلناه، غنديروه لتحت، نفرشوه كيف ما كتلاحظوا بهذه الطريقه. من بعد كنضيفوا الخليط ديالنا وكندخلوه للفران على درجه 180 درجه. من بعد ما طاب ليا الكيك ديالي خرجته من الفران، كندهنو بالعسل، الا كان كونفيتور ولا العسل دهنوه به كيجي غزال. جا المذاق ديالها رائع بالصحه والراحه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه. الى فيديو قادم ان شاء الله ديروا لايك الى عجبكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.